عمرك سألتي نفسك ليه في بنات بتجذب الانتباه من أول نظرة، ولو دخلت مكان الكل يبص عليها، وبنات تانية مهما بتعمل محدش بياخد باله منها؟ النهاردة جاية أقولك إزاي تجذبي انتباهه من أول نظرة، ومن غير ما تتصنعي ومن غير تمثيل. بس قبل أي حاجة لازم تبقي عارفة إن الجمال مش السبب. في بنات جمالهم عادي جدا ومع ذلك تحس إن الكل بيحبهم والكل بيجري وراهم، وفي بنات جميلة جدا ومحدش بيبص لهم. اسمعيني النهاردة في الفيديو ده وانا هقولك ازاي يكون عندك جاذبية تجذب اي حد وتجيبلك العريس لغاية باب البيت. اول ما تدخلي مكان ادخلي بثقة، خليه يحس انك بنت عارفة قيمتها، مش مستنية نظرة منه علشان تحس انك كويسة. لازم يحس انك واثقة في نفسك. مفيش راجل بيحب الست اللي أقل منه أو اللي مش واثقة في نفسها. تاني خطوة، أول ما تشوفيه بصيله بنظرة قصيرة فيها غموض وهدوء، خليه هو اللي يبص تاني. اوعي تطولي في النظرة وما تتكسفيش، خليه يسيب أثر في دماغه هي كانت بتبصلي ليه. تاني خطوة، اتكلمي بالراحة بصوت ناعم مش مصطنع، ما تقطعوهوش في الكلام، خليه يحس انك مش سهلة، انك انتي واثقة في نفسك. الراجل ما بيحبش الست السهلة، بس برضو ما بيحبش الست المتكبرة. لو قدرتي تحققي المعادلة دي هتجذبي انتباهه. لو بعتلك رسالة اوعي تردي في ساعتها، اتقلي شوية، استني دقايق ثواني، ما تحسسهوش ابدا انك قاعدة مستنية كلامه. زي ما قلتلك الراجل ما بيحبش الست السهلة، ولكن برضو ما تتقليش زيادة عن اللزوم. يعني خليه دايما يحس انك مش مضمونة وان هو لسه ما وصلش انه يمتلكك. ياريت تبقي متأكدة ان الجاذبية مش شكل ولا لبس ولا هدوم ولا ميك اب. الجاذبية طاقة بتطلع منك لما بتبقي واثقة في نفسك. كل ما هتبقي واثقة في نفسك هتقدري تجذبي كل اللي حواليكي، وده هيحصل لما ما تقارنيش نفسك بحد، لما تخليه يحبك عشانك انتي مش عشان انك شبه حد. كده انا بقى خلصت مرحلة الاعجاب. لو عايزاه يفضل متمسك بيكي بعد مرحلة الاعجاب استنيني الفيديو الجاي، وما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لو الفيديو عجبك. معاكي دكتور شيماء خالد، اخصائي صحة نفسية وعلاقات أسرية. مستنية كومنتاتكم ومستنية ردود أفعالكم على الفيديو، وحابين أعمل إيه الفيديو اللي جاي. وكمان لو حصل معاكي موقف ومعرفتيش تتصرفي إزاي اوعي تترددي إنك تكلميني. هستنوني في الفيديو الجاي.